الفل على حضراتكم. مجرد الفنان محمد رمضان ما اعلن عن توقيع عقد الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة، حالة من إثارة الجدل موجودة في الشارع المصري يا جماعة، وخاصة على صفحة محمد رمضان. محمد رمضان كتب على صفحته ان تم توقيع عقد الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة لعرضه في رمضان 2024، وان الجزء الثاني هيكون افضل من الجزء الاول. لكن طبعا الجماهير وعشاق محمد رمضان قالوا بلاش يا محمد يا رمضان. والسؤال الاهم كان طيب انت في الجزء الثاني هتدور على مين تاني؟ وناس قالت له احنا عارفين الجزء الثاني هيحصل فيه ايه، اكيد حد هيقتل سيف ابنك وانت هتخش السجن، وبعد ما تطلع من السجن هتدور على اللي قتلوا سيف ابنك وتنتقم منهم. طبعا ديت يعني اسقاط على اللي بيحصل لمحمد رمضان في بعض المسلسلات، انه لازم يخش السجن وانه لازم يطلع ينتقم. طيب احنا على ارض الواقع هل نجاح الجزء الثاني مضمون زي الجزء الاول ولا ديت مجازفه؟ اولا محمد رمضان ومحمد سامي عقد نهايه الجزء الاول اكدوا ان مفيش جزء ثاني للمسلسل، ان الناس بتطالبهم بجزء ثاني، بس خلاص هم في الجزء الاول قالوا كل حاجه. ثانيا الجماهير بتسال برضه في الجزء الثاني ده، انت في الجزء الاول قفلت اللعبه زي ما بيقولوا، خلاص دلال جبت اخرها وسيف جبت اخره ان انت لقيته واكتر من حاجه، ومفيش بلال شامه في الجزء الثاني وحكايه وروايه. طيب لو انت عندك نيه تعمل جزء ثاني كان الناس ديت لازم تبقى الخطوط مفتوحه في الجزء الاول. السؤال الان هل الناس هتتقبل الجزء الثاني؟ وهل فعلا في احداث لسه مثيره ممكن تحصل في الجزء الثاني؟ لان الناس هتقف في الجزء الثاني على شعره، لان نجاح الصاحب للجزء الاول خلى الناس دلوقتي عاوزه تشوف حاجه اعلى من الجزء الاول. مسلسلات الاثاره يا جماعه اللي فيها تشويق بالنوعيه ديت، ان واحد بيدور على ابنه وواحد بيبحث على ابنه ويا ترى سيف ابنه ولا لا، ودلال هتعمل ايه وداد هتعمل ايه، والحكايه والروايه بتبقى مثيره للناس، الاحداث بتبقى مثيره. فعشان تعمل احداث تانية جديده وانت مقفل خلاص الجزء الاول في اخر حلقتين، خلاص جبت اخر كل حاجه، قفل خلاص مفيش احداث تانية ممكن تحصل، هتجيب احداث منين؟ طبعا واضح جدا ان الشركه المنتجه للمسلسل هي اللي اصرت على عمل جزء تاني لاستغلال نجاح الجزء الاول الكبير. التعليقات يا جماعه على بوست محمد رمضان ان الجزء الثاني هيبقى احسن من الجزء الاول وان في جزء ثاني وكده، معظمها بصراحه كانت سلبيه وكانت ضد الموضوع ده، والكل بيقول لمحمد رمضان بلاش، هتبوظ نجاح الجزء الاول. وفي اكثر من مسلسل واكثر من فيلم حتى اتعمل منهم اجزاء او اتعمل منهم نفس الشخصيه لبعض الممثلين وفشلت، زي الليمبي 1 و2 مثلا نجحوا نجاح ساحق، بعد كده محمد رمضان محمد سعد ما عادش حد بيتفرج عليه خالص. واكثر من مسلسل حتى امير كرارة في عمل مسلسلات مثلا زي كلبش 1 و2 و3 ودخل في الاختيار ومش عارف ايه، هو كلبش 1 اللي نجح فيهم واللي الناس بتتابعه على طول. بقيه المسلسلات ممكن لما تتعرض اول مره تتشاف، انما لما بتتعرض بعد كده محدش بيتفرج خلاص. وبالذات المسلسل ده كان يعني ايه، زي المسلسلات البوليسيه كده اللي بيبقى 7 حلقات و10 حلقات، الناس بتبقى هتتجنن عشان تعرف الاحداث. ولكن خلاص اما المسلسل بيخلص والناس تعرف الاحداث ما ينفعش تستغل نجاح المسلسل وتعمل جزء تاني، فالناس هتستنى. احنا ما نقدروش نحكم، الله اعلم الجزء الثاني ده لسه كمان سنه في رمضان اللي جاي، يا ترى هيبقى ايه، هيبقى ناجح هيبقى فاشل. ولكن انا عاوز اعرف وجهه حضرتك كمشاهد وكمستمع، رايك في الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة، هل هيكون ناجح؟ هل هيكون بقوه الجزء الاول؟ هل هيكون في احداث زي الجزء الاول واكتر؟ ده انا عاوز نعرفه في التعليقات تحت الفيديو ده. رجاء من حضراتكم الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد.